الحلقة التاسعة. ليه الناس بيقولوا نكت على الصعايدة؟ ايوه سي العصا، ايوه سندوتشات ويكا. كم الساعة معاك دلوقتي يا عامر؟ معانا شيء ايه مغلي. لساك 3 ساعات على ما نوصل مصر. ادينا 2 عصير قصب والله. قام يا ريس. عيب يا عدلي، انا اللي هدفع. ما علي الطلق ما حد دفع غيري. طيب طلاق على طلاقك هتخك فيها، كيف انت اللي هتدفع؟ الطخ مين يا عامر؟ احترم نفسك. وانت شايفني واقف اترقص قدامك ولا ايه؟ على الطلاق لو حد دفع غيري لاكون مولع في القطر كله. يا ساتر يا رب يا ساتر. تاني في ايه يا عم؟ بيقول لك قطر الصعيد ولع باللي فيه. القطر كله؟ اه يا عم، بس الحمد لله الناس نطت منه، محدش مات، بس القطر بقى حتة فحمة. يا عم القطورة تتعوض، البني ادمين صعب. القطورة؟ انت بتعمل ايه اصلا؟ بقص ضوافري بالقصافة. بايه؟ بالقصافة. يا صلعت القصافة دي معمولة للبني ادمين الطبيعيين، لكن وحيد القرن اللي زيك عايز اختراع اقوى. عن اذنك ثانية واحدة. وحيد الارض؟ اديني رجلك يا صلعت. اليمين ولا الشمال؟ خش عليا باليمين الاول. بس يا نيل بغير يا انت يا عمدة منك ليه؟ اصحوا، وصلنا رمسيس خلاص. رمسيس؟ احنا نازلين مصر، ما رايحينش رمسيس دي. ما هي رمسيس دي في مصر يا عم الحاج. وايه اللي يثبت لي انها في مصر دي؟ يا عم اسأل اي حد معدي قول له احنا فين. خد يا راجل يا بركة. أمرني. احنا فين يا حاج؟ احنا في خطر وربنا يستر علينا. هو قال لك احنا في خطر، يا ريتنا حتى في رمسيس اللي بتقول عليها دي. لا اله الا الله. طب انت عايز تروح فين بس يا عمدة؟ عاوز اروح مصر. ايوه، اللي هي فين؟ عند جنينة الحيوانات. امر لله. ها يا رب توب علينا بقى من الشغل على خط الصعيد. بتقول حاجة يا اسطى؟ لا باشا انا بهزي. طب اهزي بالصوت واطي حتى ابوك، ما ناقصش صداع عني، كفايه الجرار اللي نايم جنبي. ما تصحى يا عم عامر، ما تصحى بوشك اللي عامل زي الطبق اليوم دي. يا رب. وصلنا عليه. ماك في الطريق اصحى معايا. احنا هنهبط على ولد الدكش في المدرسة اللي عايشتغل فيها، نخطفوه ونرجع البلد، وهناك نبقوا ناخدوا بطارنا قدام الناس. طيب ما نقتلوه هنا وخلاص، لسه هنخطفوه ونشيلوه ونرجعوه. يا غبي فهم، لازم الناس في البلد يعرفوا ان احنا اللي قتلناه وخدنا بطارنا. قتلنا ولد الدكش زي ما الدكش قتل واد عمنا مهران. هو الدكش قتل مهران بيه اصلا؟ افهم. الدكش قتل مهران عشان كان كل ما الدكش يرن على مهران كان يفتح عليه. اوبا، ده انا لازم ابلغ مباحث التليفونات. ياه، الواحد حس انه فاق ونضف لما قص ضوافره. يا سلام، حاسس ان دماغي راقت قوي لما قصيت ضوافر رجليا.
طبعا الضوافر دي كانت ساحبه كل الدم اللي رايح على مخك، يعني كل ما تيجي تفكر ضوافرك تطول سنتي. الو؟ مساء العسل يا باشا. ايه الدخله البيئه دي؟ مين معايا؟ انا يا باشا عامل خير. قصدك فاعل خير. تمام يا باشا، انا بكلم سيادتك عشان تنقذ روح بريئه من القتل وتلحق مجزره هتحصل في سوهاج. مجزره؟ طب اهدى كده وفهمني. ايوه سير عسام. ايوه طبقت الواد كويس. أنا طبقته تطبيقة نكوة. لو سمحت يا اخينا. ايوه جاي. يا نهار اسود، حريقه حريقه حريقه. بس أنا خايفة عليك قوي من سفرية الصعيد دي يا هنيدي. طب ما خافش ازاي بس وانت عمال بتقولي خطف وطار وضرب ونار؟ طب خد بالك من نفسك يا بيبي، تكر يعني، ورنيلي أول ما توصل الصعيد. اوعى تسافر بالقطر، القطورة بتولع باللي فيها يا حبيبي. طب سوق على مهلك. باي باي يا روحي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خد بالك من نفسك. رايح الصعيد يا هنيدي؟ يبقى على رأي شيرين، هي دي بداية النهاية. ربنا يحميك يا ابني. عرفت اوصاف الاتنين دول كويس من راجل؟ طبعا، بس يا رب نلحق الولد قبل ما يذبحوه. هما ليه يا هنيدي بيقولوا نكت على الصعايدة بالذات؟ حقد بعد عنك، حقد على ايه ان شاء الله؟ دلوقتي المية اللي احنا بنشربها جاية منين؟ من النيل. والنيل عندنا بيبدأ من فين؟ من أسوان. يعني من الصعيد، يعني الصعايدة هم اللي بيشربونا مية. لو الصعايدة قفشوا وقطعوا علينا النيل، كل واحد فينا هيمشي لسانه مدلدل قدامه زي الكلب. اقتنعت؟ يعني طب بلاش المية، هكلمك بقى بلغة انت تفهمها. الأكل، سوق العبور اللي بيأكل البلد خضار وفاكهة، مين اللي مشغله بذمتك؟ صعايدة يا بني آدم. عمرك شفت واحد في سوق العبور لابس سبور وبنتكور وجينز؟ والله. اهو الصعايدة بقى لو صفوا شغلهم وقفلوا سوق العبور، هنتغدى طواجن اسمنت ونحل برمان بيلي. اقتنعت؟ والله. عشان كده الناس كلها غيرانة منهم وبيطلعوا عليهم نكت مع انهم اجدع ناس. طب خش من هنا يا هنيدي. تفتكر الواد لسه عايش؟ هنشوف. تعال نسأل هنا عن أولاد مهران. يلا انزل يا صلعت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال اشرب حاجة. شايف الكرم الصعيدي والبشاشة وحسن الاستقبال؟ أؤمر. والله أنا كنت عايز بيت أولاد عم مهران. المهرانية 3 بطون، فيه مهران الخولي ومهران المعبدي ومهران سداح. الثلاثة ماتوا مقتولين. مهران الخولي كلته الكهرباء، ومهران المعبد كلته مكنة الطحين، ومهران سداح كلوا الدكس. ولا صلعت، الواحد يتعلم الموضوع ده انه ما يسميش ابنه مهران ابدا. بقولك ايه يا عمنا، احنا عايزين اولاد عم مهران سداح اللي كلوا الدكش. هتلاقوهم عند بيت العمدة بينصبوا على مين؟ انتوا بتضحكوا على ايه؟ ما بينصبوش على حد، بينصبوا صوان عشان ياخدوا ترهم من ولد الدكش النهارده بعد المسلسل بتاع 7. بعد المسلسل بتاع 7 وانتوا عارفين وقاعدين ساكتين؟ وهو اسمك كريميه. هنيدي. تضحك يا رزل؟ تحب اقول لهم على اسمك دلوقتي؟ يا استاذ هنيدي، دي مسائل عائليه شخصيه ما ينفعش حد يتدخل فيها. ايوه يا جدعان، بس في جريمه هتحصل. حضرتك بوليس ولا ايه؟ لا يا باشا، انا عامل خير جاي انقذ ابن الدكش. ممكن بقى تدلونا على بيت العمده؟ تعال معاي. والله ما انتوا ماشيين غير لما تشربوا حاجه. انا اغديهم عندي الاول وبعدين نرجع ونشربوا. علي الطلاق، ما انتوا متحركين غير لما تشربوا حاجه. يا دي يا وائل. يا جماعه صلوا على النبي. مالكش صالح انت.
علي الطلاق لو ما سحبت طلاقك لكون مولع في القهوة. ما سحبتش طلاقي. هات الشاي يا وائل. طب علي الطلاق تاني نولعه في البلد، سيبنا نمشي. على الطلاق انطخك فيه. شكل المرحوم ميت مقتول وقرايبه هيبهدلوا الدنيا. لا يا ابوي عاد، هو مات موتة ربنا عادي، بس برضيك قرايبه مريحينش يسكتوا. كتاب اني اللي فزت المرة دي. اني اللي فزت، اني اللي فزت. بيلعبوا رفه بغطا بلاعه. يا نهار اسود، شفت يا صلعت؟ يا نهار اسود، صلعت راح فين؟ الحقني يا نادي، الريحة هتموتني. يا حبيبي يا صلعت. ما تخافش. لف الملفحة حوالين رقبتك. يا عم انت فاكره جاموسه ميته؟ هتخنق لنا الراجل. لفها حوالين وسطك يا صلعت. هلا هلا صل على النبي، هلا هلا صل على النبي، على النبي صلي، صل على النبي. يا ابو الساعة 12. يا مقبل عالصعيد. حبيبي قلبه رايق. وانا قلبي من حديد. فيه هات لنا غطا البلاعه دي يا بلدينا من العيال. والولد يلعبوا بيه. الرفه بتتلعب كده. ملك ولا كتابه؟ انت عبيط يا عم، ما فيش مالك. فيه ناحية متعصجلي وناحية تانية عليها كده كتاب. اني هاخد اللي متعصجلي وخد انت كتاب. تصدق عمري ما خدت بالي. انا مش فاهم. يا عامر يا عدلي، ليكم ضيوف من مصر. انت عزمت حد من مصر ولا ايه؟ لا ما عزمتش حد، احنا قلنا هنعمل الطوارة على الضيق. يا مرحبا، مين حضرتك؟ انا هنيدي. الناس دي مجنونة ولا ايه؟ اؤمر يا باشا اؤمر. يؤمر كيف؟ قبل ما ياخد واجب الضيافة بتاعه الأول بيقول لك جاي من مصر. معك حق يا اخوي. اتفضل معانا تاكل لك لقمة وبعدين نتكلموا. اشكرك، انا شبعان. كيف شبعان؟ انت اكلت عند حد قبل ما تيجي هنا ولا ايه؟ لا والله ما اكلت عند حد، بس انا مش جعان. طيب نجيبوا لك فاكهة. والله ما ليا نفس. طيب عصير برتقال؟ ماليش فيه. طيب بسبوسة تحلي خشمة؟ الدكتور منعني من الحلو. ما هو انت لازم تاخد واجب الضيافة بتاعك، كل الناس هتاكل وشنا. لو الخلق عرفت اننا ما كرمناش ضيفنا، الخلق هتاكل وشنا ويطردونا من البلد. يعني انتوا مصرين؟ ايه امال ايه؟ بصراحة معلش، يعني انتوا قلتوا لازم تضيفوني. انا واجب الضيافة بتاعي ولد الدكش. بعدين شورتك يا اخويا. يا عم انا ضيفك وانتوا صعايدة كرمة، وانا جاي وعارف انكم ما بتكسفوش ضيوفكم، وانا بصراحة عشمان انكم تدوني ولد الدكش اروح بيه، والمسامح كريم يا عم. هو ده بصراحة واجب الضيافة بتاعي. بس الدكش كان قتل واد عمنا مهران. انا عارف الحدوته كلها. الدكش قتل واد عمكم مهران عشان بيفتح عليه الخط، وانا رايي ان ولد الدكش يقدم فديه لعيله مهران ويشتري نفسه. احنا ما بنقبلش عوض يا اخوي. يا عم انا ما جبتش سيره عوض، هو مهران ابن عمكم ده يتعوض يا جماعه؟ يعني انا بقول ان ولد الدكش يدفع غرامه وعفى الله عما سلف. الدكش قتل مهران وبعدين الدكش كلته السلعوه، يعني الاتنين ماتوا وخلاص. والله يا استاذ هنيدي يعني. يا عم من غير ما تقول والله، انا ضيفكم يا جماعه، ما تكسفونيش، وخلي الفرح اللي انتوا عاملينه دوت يبقى فرح بجد. طيب والغرامه تكون ايه؟ بما ان الدكش قتل مهران عشان مهران كان بيفتح عليه،
يبقى ولد الدكش يجيب لكل واحد في عيلتكم كارت شحن ب100 جنيه. بس احنا ما معناش موبايلات. خلاص يا سيدي، اشحن لحد ما تجيبوا الموبايلات. ها نقرا الفاتحة؟ بعدين يا عم عامر المسامح كريم بقى. هاتوا المحروق. اول حاجه بيعملوها الصعايده لما يصحوا ايه؟ كل واحد هيروح على النكته بتاعته. انا مش عارف الواد ده انقذته ليه. الواد ده غتيت قوي، وانا بصراحه ما بحبش النكت على الصعايده عشان انا بحبهم. لا صعيدي صعيدي صحيح يعني. بقول لك يا صلعت، انا هرجعه للمهرانيه. راجع لك يا عدلي.